مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. خلونا كده نبدا ميك اب مع بعض. اول حاجه هعملها ان انا هرطب بشرتي. انا بستخدم الموسترايزر ده براند كوري. ده المفروض مناسب اكتر للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. جميل جدا على البشره، وميزته ان هو الصراحه بي يعني البشره بتمتصه بكل سهوله. بحط كميه مناسبه. طبعا كل واحد لازم يرطب بشرته كويس جدا قبل الميك اب. بيفرق جدا 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 في الفينش بتاع الميك اب. كده بعد كده نستنى لحد ما البشره تتشرب. طيب بعد ما رطبت وشي حطيت كده كونسيلر اغمق من درجتي، بحيث ان انا اكنسل اي هالات او اي سبوتس، اي حته غامقه في وشي بيبقى محتاج ان انا احط درجه كونسيلر الاول اغمق من درجتي. سبتها حاجه بسيطه. بعد كده هبدا ان انا ادمجه زي ما احنا شايفين. تمام. بعد كده هبدا استخدام الفاونديشن بتاعي. انا بحط الفاونديشن على ايديا او على اي حاجه، ما بحطوش على طول على بشرتي. بحط الحبه اللي انا اوريدي محتاجاها. ممكن باي حاجه كده ابدا ان انا اعمل كده، بحيث ان انا لو في، طبعا احنا عارفين مكونات الفاونديشن بنتاكد ان هي متماسكه مع بعضها، فده هيديني برضو فينش احسن. في طرق كتير قوي لتوزيع الفاونديشن على الوش. انا من اول حاجه هستخدمها هي الفرشه دي. فرشه كده فلات والشعر بتاعها قريب من بعضه. طيب انا بعمل ايه؟ انا ببدا اطبطب زي ما انتم شايفين كده، وباخد الوش جزء جزء من تحت. الفاونديشن ده مش هاي كفرج، ميديم، يعني حاجه كده استخدام يومي يعني. زي ما احنا شايفين كده. طيب زي ما احنا شايفين كده انا دمجت الفاونديشن بالفرشه، بس بتاكد ان ما يبقاش فيه اي زيادات. ان انا بجيب بيوتي بلندر كده منديه، يعني ما فيهاش ميه خالص، وابدا برضو اطبطب بحيث ان انا لو في اي زيادات البيوتي بلندر تشيلها لي. برضو من تحت لفوق كده. برضو عشان نتاكد ان الفاونديشن ثبت اكتر، ممكن بنيجي نجيب اي فيكس سبراي ونرش على البيوتي بلندر، ونبدا ان احنا ندمج. ده هيخلي الفاونديشن بتاعنا يثبت اطول فتره ممكنه. زي ما انتم شايفين كده. طيب تاني حاجه بعد كده هبدا اعمل الكونتور بتاعي. هحط كريمي الاول. ممكن كمان احط البلاشر. انا بستخدم حاجات شي جلام.
ممكن كمان نحط درجة بين كده هنا. هدمج كل ده واجيلكم. طيب بعد كده حطيت كونسيلر افتح درجة مني علشان يعمل تنوير في مناطق التنوير اللي انتوا شايفينها كده. الطبيعي او الاصح يعني ان احنا بنسيب الكونسيلر حبة كده، او ان احنا لما بنيجي نحط طبقات كريمي، بعتذر عن الصوت، ان احنا نحط طبقات كريمي لازم نستنى ما بين كل طبقه والتانيه لحد ما البشره تمتصها شويه، وبعد كده نحط الطبقه اللي بعدها علشان الطبقات ورا بعضها ما تكلكعش خالص، ونتاكد ان كل طبقه احنا حاطينها دمجناها كويس قوي بالبيوتي بلندر علشان ما يكونش فيها اي زيادات تكلكع مع او تفرق مع الطبقه اللي احنا حاطينها بعدها. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا ندمج. طبعا انا ايديا خفيفه جدا وبرده بالطبطبه، انا مش بمسح، زي ما احنا شايفين كده. طيب انا كده دمجت كل الحاجه الكريمي. من هنا انا ما ينفعش احط اي حاجه كريمي، يعني اول خطوه دي ما ينفعش احط حاجه كريمي، كل اللي جاي بعد كده باودر. ما ينفعش احط حاجه كريمي وانزل الشارع، يعني التراب كله هيجي في وشي. طيب عشان ابدا ان انا ادمج، انا بسبونج زي دي هستخدم لوز باودر. انا بستخدم اللوز باودر دي بتاعه شي جلام برضو. طيب انا باخد حبه مثلا كده، بفضيها في ايديا كده، وببدا من هنا امشي بقى بخطوات. اخد اللي انا باقي. طب انا اللي بعمله كده بثبت وبسيب، شايفين اللمعه اللي في البشره؟ بسيبها مش بتروح يعني. خطوات بضغط برضه. طيب انا كده ثبت البشره، هبدا برضو احط كل حاجه بقى باودر، البرونزر بتاعي بالبلاشر بكل الكلام ده. طيب احنا كده جهزنا عملنا كده الاساس بتاع البشره، ناقصنا ميك اب العين. استنوني فيديو تاني اكلمكم على رسم العين والحواجب. خليني اقول لكم انا ايه الحاجات اللي انا استخدمتها للباودر. انا استخدمت الجلو ده من ايسنس، واستخدمت دي من ويت ان وايلد، والبلاش من فلومار. يا رب تكونوا انبسطتوا النهارده، ويعني استنوني بقى الفيديو التاني ان شاء الله هنتكلم عن العين والحواجب. باي باي.